ولهذا يضل كثير من الناس حيث لم يجعلوا أعداءنا الذين جعلهم الله جل وعلا أعداء لم يجعلوهم أعداء، بل يجب علينا أن نجعل الأعداء الذين جعلهم الله أعداء لنا يجب أن نجعلهم أعداء، وأن نقيم ذلك في نفوسنا. نعم، إن الشرع يقضي بأن التعامل الظاهر مع العدو لا صلة له بالعلاقة الباطنة، لا صلة له بما يقوم في القلب من عقيدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل اليهود وعامل النصارى وعامل المشركين، وفي ذلك من الضوابط الشرعية والأحكام الفقهية ما هو معروف، لكن ما هو واجب أن يكون في قلوبنا جميعا أن العدو عدو، وأن كراهته واجبة، وأن البراءة منه فرض، لأن ذلك من صميم عقيدتنا. فمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله أن توالي، يعني أن تحب أهلها، وأن تبغض في قلبك، وأن تبغض المخالفين لها من أهل الشرك وأهل الكتاب وأهل الأوثان بعامة، والمنافقين وكل من لم يرضخ لهذه الكلمة. ولكن التعامل الظاهر له حكم، والتعامل الباطن له حكم. إذا نظرت إلى صنيع اليهود مثلا في الزمن الأول، ونظرت ما عملوه في عهد عثمان رضي الله عنه على يدي عبد الله بن سبأ اليهودي المعروف، وعبد الله بن سبأ تاريخيا ثابت وجوده رغم محاولة طائفة من الباحثين أن يجعلوا وجوده من الخيال وأنه لا حقيقة له، فوجوده ثابت عند أهل السنة، لأن الأسانيد فيما فعل ثابتة عن الصحابة وعن التابعين فيما كان يفعله عبد الله بن سبأ، وما شتت به الأمة وما أحدث به من الفتن. فإن ظهور الخوارج كان بسبب اليهود. لهذا نقول إنه في الزمن الأول لم يحصل غلو في الأمة ولم يحصل فرقة في الأمة إلا بسبب اليهود في الزمن الأول، وكذلك في هذا الزمن الحاضر لم يظهر الغلو على ما هو معروف في هذا الزمن في فرق وجماعات مختلفة، لم يظهر الغلو إلا بعد وجود اليهود في المنطقة، يعني في منطقة أهل الإسلام ووجودهم في فلسطين. لما وجد الغلو في جماعات مختلفة، فطائفة غلت لأن وجود هؤلاء سبب الغلو، لأنه ليس لكل أحد المقدرة أن يتعامل مع الأعداء على وفق الحكم الشرعي. فلهذا ظهر في الزمن الأول الخوارج، لأنهم لم يحتكموا إلى قول الصحابة فغلوا بسبب اليهود. وظهر في هذا الزمن طوائف ممن غلا وزاد عما يجوز شرعا، وذلك بسبب وجود اليهود في الأمة. المقصود من ذلك أن اليهود في خططهم الأولى كان لها الأثر في الأمة في تفرقتها وفي إضعافها وفي قوة أعدائها عليها، وكذلك ما ظهر في هذا الزمن. كذلك النصارى مهما حصل بينهم وبين أهل الإسلام من الهدنة ومن عدم القتال فإنهم أعداء، وإن عداوتهم باقية. انظر لما وجدوا الفرصة سانحة لهم أقاموا الحروب الصليبية في ما تعلمون في عقود من الزمن، وقتلوا من أهل الإيمان ما قتلوا. ثم لما ظهرت الكرة مرة أخرى عاودوها في الاستعمار المبطن بالاستعمار الاقتصادي، وهو استعمار سياسي بل هو استعمار ديني. حتى إن كثيرين من الباحثين في هذا الزمن حددوا أن الاستعمار الحديث النصراني هيأ له من سموا بالمستشرقين الذين أظهروا الإسلام أو أظهروا الاهتمام بالكتابات في ميادين الشريعة والاهتمام بتراث أهل الإسلام وبالكتابة في اللغويات والأدبيات، بل وفي القرآن وعلومه، بل وفي العقائد والفرق إلى آخره. وفي الحقيقة إنما يخدمونهم الامتداد الاستعماري للدول النصرانية، وهذا كله تيار واحد يشد بعضه بعضا وحلقاته متصلة. فمن الغباء ومن عدم كمال الإيمان أن ننظر إلى ما يحصل على أن له تفسيرات طبيعية سياسية دون أن يكون له تفسيرات دينية محضة. فإنما أساس اجتماع الناس وأساس حركتهم لا بد أن يكون ناتجا عن عقيدة يعتقدونها، قد يكون ناتجا عن عقيدة علمانية، وقد يكون ناتجا عن عقيدة كتابية يعني يهودية أو نصرانية، وقد يكون ناتجا عن عقيدة شركية وثنية، وإلى ما ذلك من أنواع العقائد.
فالمسلمون في هذا الزمن وما قبله، المسلمون سبب ضعفهم أن أعداءهم تسلطوا عليهم في غفلة منهم ولم يعلموا بمكر أعدائهم لهم. لو نظر ناظر منكم في ما صدر وخرج كتيبا المسمى ببروتوكولات حكم صهيون، وقد ترجم إلى العربية، وهو من الكتب المهمة التي تبين لك عمق فهم الأعداء لما يعملونه في أعدائهم، يعني يعملون في غيرهم، يعملونه في المسلمين وفي غيرهم، فإنهم يخططون لذلك وينظرون إليه نظرا مستقبليا متكاملا من جهات عديدة.